اللي عايز يستثمر يجيب سبائك وجنيهات، ومش بيبقى امم. استثمار، هو بمعنى اصح الذهب بيحفظ لك بيحفظ قيمة فلوسك. فلوسك. امم. انت الجنيه زمان كان بيجيب ايه ودلوقتي بيجيب ايه؟ فانت لو انت كنت من زمان جبت بقيمة الجنيه ده ذهب، هو حافظ لك نفس اللي انت كنت بتجيبه الجنيه زمان، لو بقى ب10 انت لسه بتجيب ده. لكن في الجولري انا ببص لها اكتر ان هي زي ما بشتري تي شيرت حلوه، زي ما بشتري جزمه حلوه، هي حاجه شيك. لذلك هتلاقي في براندات بتبقى عندهم الحاجه غاليه عشان هم بيدفعوا جامد للديزاينرز، بيدفعوا جامد بياخدوا مجهود طويل جدا عشان يعمل لك بيس معينه وهكذا. فهي الجولري اكتر هي مش استثمار، هي اكتر. وفي نفس الوقت هي ما هو مع الوقت الدهب بيزيد كده كده. كده كده اه. اه. بس ما انا ما بحبش اقول استثمار، يعني لما حد بيجي لي انا مش بنك، انا ما بحبش اتكلم في نقطه اللي هو انا خد ده هيزيد، ما لا، مش كده. امم. انا شايف اللي عايز يستثمر يروح للجنيهات والسبائك عادي جدا، وياخدهم ويحطهم في الخزنة عنده ويحوشهم. يعني هنا الالماظ يخسر قدام الذهب؟ اه. بس انت برضو، انت لو اشتريت الماظ من 4 سنين ولا من 3 سنين، لا انت برضو لما تيجي تبيعه انت هتلاقي نفسك كسبان. ما هي نفس ماشي. الفكرة. طب ما انت برضو لو اشتريت دلوقتي ذهب، لو اشتريت مني خاتم ذهب وجيت بعديها باسبوع ترجعه، طب ما انت هتخسر مصنعي. اه. طيب خلاص، ما عادي. بس ده موجود في السبائك؟ لا في السبائك لا. السبائك السبائك لا. بتتباع عادي، السبائك بسعر النهارده بكام كنت تيجي تبيعها عادي. اه. ما هو عشان كده بقول لك في الانفستمنت ما تتكلمش في جولري. انفستمنت، هات سبايك وهات جنيهات. ايه اكتر حاجة بتتباع؟ يعني مثلا خواتم، خواتم. سلاسل؟ خواتم. الخواتم. طبعا. اكتر حاجه بتتباع عموما في الجولري هي الخواتم، ويجي بعديها الحلقان. و... وليه هنا في مصر الخواتم؟ علشان المحجبات ما بيلبسوش كتير اوكي. برضو باندنتس، قليل يعني. وبرضو حلقان برضو تيجي تاني بسبب برضو الحاجات، في ستات كتير ما بتلبسش حلقان.